ازيكم؟ النهاردة هنكمل كلامنا عن المداعبة، واللي بيتكسف يقفل الفيديو عشان الكلام اللي جاي مش مناسب للناس اللي عندها حساسية. اللي بيخاف يطلع بره. الراجل لما بيسمع كلمة مداعبة غالبا بيفهم منها انه يستخدم ايديه في المكان الحساس اللي عند الست. بس هو ده جزء من الحقيقة. بس هي الحقيقة انت عشان توصل للمكان ده عند الست محتاج مداعبة تانية. هتيجي تقول لي يا عم انت غلبتنا، يعني ايه مداعبة تانية؟ احنا هنفضل هنقضي الليلة مداعبة ولا ايه؟ اقول له يا ابن الحلال، احنا قلنا هنسبك الاكل بقى عشان ناكل اكل محترم. انت عشان تحط ايديك في المنطقة المحظورة دي محتاج تجهيز للست عشان تحط ايديك. ايوه مش السرنجة، احنا قلنا السرنجة فين؟ السرنجة في الكوميدينو، السرنجة بعيد مش جنبنا، احنا ما بنتكلمش على السرنجة خالص. انت عشان تحط ايديك بس صوابعك بس في منطقة البكيني ولا كده، محتاج ان انت تجهز الست. هتقول لي كمان يعني انا اجهز الست للسرنجة واجهز الست لايدي؟ ايوه، انت محتاج الاول تتكلم كلام كويس، تبوس وتحضن وتعمل كل التفاصيل التانية من غير ما تحط ايديك هناك. ايديك ما تروحش في المكان المحظور. المكان ده عشان توصل له محتاج شوية مقدمات. ما مش سهل يعني انك توصل للراس الكبيرة كده يعني في لمسة، لا ما ينفعش. انت كده بتكسر القواعد وتبوظ السيستم والنظام اللي الست متبرمج عليه. فانت يا معلم هتداعب كل حاجة، بوس وحضن والتفاصيل بقى، وتحط ايديك في كل حتة والحاجات بقى هنا وهنا 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 وهنا، وفاهم ازاي؟ كل حاجة وكل حاجة تاخد وقتها وبالراحة. يعني هو مش حاجة احنا بنخلصها، مش شغل يلا اعمل هنا واعمل هنا، لا. انت بتستمتع معاها، وانسى انك بتعمل كده للست. يعني بلاش تعيش في فكرة اما اعمل لها كذا عشان تعمل كذا، لا. اطلع من جو لا، استطعم الست. هتقول لي يا عم استطعم ايه؟ ست مراتي بقالي 15 سنة. يا سيدي استمتع بيها واستمتع برد فعلها، وازاي الست في ايدك بقت عاملة زي الزبدة كده. انت في ايه؟ حتى لو بقالها 50 سنة معاك. فانت بعد ما تداعب كل حاجة والست دخلت المود كده وبقت العملية ايه، اخد وعطا بقى، وكلمة من هنا على كلمة من هنا ولمسة من هنا على، والدنيا دخلت في الايه، خلاص الاكل بدأ يتسبك والريحات طلعت كده. تعمل ايه بقى؟ ايديك بتروح في المكان الحساس ده. بس في حاجة عايز اقولك عليه، ايديك دي شكلها ايه؟ يعني ما تبقاش انت مثلا مبيض محارة او نقاش او راجل. طبعا الناس دي على دماغنا، ما حدش يزايد علينا. اللي نازل يكتب التعليق لحظه لحظه ما تكتب، لا استنى انا هكمل. الناس ديت بتوعنا، الناس دي رجالتنا، انا واحد منكم. اوكي؟ بس ايديك لازم تتعامل معامله خاصه، عشان انت خشونة ايدك دي عايزينها في خناقه، عايزينها وانت بتدافع عن الست، عايزينها وانت بتدافع عن بيتك، عايزينها وانت في ظهر عيالك. ماشي، الكلام ده كلام جميل. بس في المنطقة الحساسة، هي اسمها منطقة حساسة، فما ينفعش ايديك تبقى خشنة بقى وحاجة صعبة كده وتحطها في المكان ده. تمام؟ فانت حاول تشوف لك، البس جوانتي في الشغل، حط كريم بالليل قبل ما تنام او جليسرين او اي حاجة تطر ايديك. يعني ايديك تبقى ايد انسانية كده، عشان لما تروح للاماكن الحساسة، الاماكن الحساسة ما تكشش منها، يحصل انسجام بين الاماكن الحساسة وبين ايديك. ما ايديك دي صراحة بالخشونة ديت مش بتاعت مكان حساس خالص. فانت في جميع الحالات تغسل ايديك الاول، وتبقى ايديك لطيفة كده، ولو تحط شوية كريم على ايديك تخلي ايديك كده ايه، خلاها يا سيدي ايد حريمي. دلوقتي هتقول لي ايد الستات ودي ايد رجالة، سيبنا من الحوارات الفارغة دي. المكان ده حساس جدا جدا جدا. انت تعامله معاملة الجرح، مش معاملة ان هو عضو، معاملة كأن مكان مجروح. فانت لازم تكون حساس جدا. دلوقتي كله تمام، صوابعك لطيفة وناعمة وما بتخضش المسائل بتستريح لصوابعك اللطيفة دي. في حاجة كمان مهمة، سامحني أنا عارف طلباتي كتيرة، بس بص أنا بقولك على الموضوع كله وأنت اللي تقدر عليه اعمله. أنا مش هطلب منك إنك تعمل كل حاجة، يعني مفيش صعب إنك تعمل كل شيء، بس اللي تقدر عليه اعمله. الحاجة المهمة كمان، ما ينفعش تحط إيديك تحت وتداعب وإيديك ناشفة وصوابعك ناشفة. لازم تحط جل او مثلا ممكن شويه لعاب ولا اي حاجه عشان يحصل نعومه في الحركه، ما تتحركش بالجلد شمال ويمين، ايديك تتحرك وكل حاجه زي ما هي. فانت محتاج ايديك تكون منديه، تسميها مبلوله، تسميها عليها جل او عليها كريم او عليها حاجه. فانت ايديك ما ينفعش تبقى بالايد الناشفه، عشان ما يحصلش نوع من الايه، احنا قلنا ايه، المكان ده بيتخض. احنا عايزين نعامله بص معامله الايه،
ايوه بتكلم على ام احمد. ايوه يا سيدي، انت ليه مش محترم الست كده ومفكرها ان هي بلاستيك يعني؟ لا يا عم الحاج، الست هي ست. الست اللي قاعده بتبيع جرجير في الشارع على دماغنا، امهاتنا وحبايبنا اللي عندها 50 سنة بتحتاج نفس اللي انت بتشوف الست الموديل اللي بتيجي في التلفزيون. نفس كل ست بتحتاج التفاصيل دي كلها. هو انا احترم الست الجميلة او اقدر جسم الست الجميلة ومش اقدر الست التانية اللي اقل جمالا؟ هو جسم الست واحد واستجابته واحدة بصرف النظر بقى عن مقاييسك انت للجمال. وكالعادة الفيديو طول مننا، الظاهر ان انا بتكلم كتير فسامحونا، وهنكمل تاني تفاصيل المداعبة في الفيديوهات الجاية. نشوفكم على خير.